أيها المشاهدون الأفاضل، أيتها المشاهدات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجتمع بكم بفضل الله تعالى خلال هذه السهرة المباركة، سهرة الثلاثاء التي نخصصها للصلح ولإصلاح ذات البين. نعتمد دائما على القرآن الكريم والسيرة النبوية والشريعة الإسلامية مع فضيلة الدكتور السعيد بويزري الذي يحاول إصلاح ذات البين من خلال القضايا والمشاكل التي نعرضها عليكم والتي تحدث بين الحين والآخر بين أفراد الأسرة الواحدة أو أطراف أخرى. نجدد التحية بكل من يتصل بنا من داخل وخارج الوطن ومن يلتقطنا عبر الأقمار الاصطناعية. تحية طيبة للجالية المسلمة في المهجر، ونتواصل معكم من خلال البريد الإلكتروني والعادي، ونشكركم على هذه المراسلات. إذا نتواصل من خلال هذا المباشر وفي حلقة جديدة من برنامج والصلح خير المخصصة اليوم للقضاء العادل، وهي الحلقة الثانية. قبل ذلك نرحب بالدكتور السعيد بويزري، الرجل المصلح أطال الله في عمره وفي عمر المصلحين في العالم الإسلامي. فضيلة الدكتور، مرحبا بك في برنامج والصلح خير. مرحبا أختنا جات، أهلا وسهلا. إذا دكتور، وفي الصلح عدل أيضا، أليس كذلك؟ نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام داخل الوطن وخارج الوطن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد الأخت نجاة، في الصلح عدل. العدل هو الميزان. العدل هو الميزان لدى القضاة ولدى رجال الصلح ولدى الولاة والحكام. نعم. لأن الله عز وجل حينما أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فكل من تولى شؤون الناس عليه أن يكون عادلا، سواء في مجلس القضاء فالقاضي مطالب بإقامة العدل بين الناس دون أن يحيد عن العدل بقدر الإمكان. نعم. إذ عليه الاجتهاد كما قال معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته إلى اليمن قاضيا. نعم. في الأخير قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أدخر جهدا، أبذل ما في وسعي من جهد. فمن اجتهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد، فهو مأجور في الحالتين معا. نعم. إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ لا يمكن أن يخسر أجر الاجتهاد. ولكن في الصلح أيضا، وهو الذي يتصدر لمجالس الصلح، يجب أن يكون عادلا. ليس المقصود من الصلح فقط أن يفري القضية. نعم. ويفصل بين المتخاصمين. نعم. ربما ببلاغته وفصاحته ومقامه ومثابته. نعم. فيستثمر تلك السلطة المعنوية، البوفوار مورال. نعم. يستثمره فقط، ولكن دون أن يحق الحق. ولكن حتى وهو يصلح بين الناس عليه أن يلتمس العدل، وأن يكون العدل ديدنه، وأن يعمل على إقامته في مجلس الصلح، كما يقوم القاضي أيضا على إقامة العدل في مجلس القضاء. نعم دكتور. إذن ولكم أن تتواصلوا معنا من خلال هذا المباشر في الأرقام الهاتفية التي تشاهدونها في أسفل الشاشة، ولا بأس أن أذكر بها، وهي 021 37 42 87 021 37 45 64. ومن أراد أن يتصل بنا من خارج الوطن ما عليه إلا أن يستعمل 00213. إذا أحسستم أو شعرتم أو لديكم قناعة ذاتية بأن حقوقكم هضمت أو لم تنالوها من خلال قضاياكم، ما عليكم إلا أن تتصلوا ببرنامج الصلح خير، ويكون فضيلة الدكتور هو القاضي العادل في هذا البرنامج. بالأمازيغية اجتهدت دكتور ميل أثحل فمن نيغ حسم باللي إيزر فنون أرثنت بويمارا سيول ثاغد غرنو فنون والصلح خير. مفهومة دكتور؟ ما شاء الله، بارك الله فيك، الرسالة وصلت. شكرا محمد، هذا مجهود مبذول في هذه الحلقة.
طلب مني أنني أتعلم الأمازيغية دكتور، وإن شاء الله كل من سار على الدرب وصل. حتى في العريضة التقنية كاين الأمازيغية، عاونوني كي اتصلوا بنا. إذا دكتور، في هذه الحلقة نتحدث عن القضاء العادل. دكتور، قلت أنه عمر بن الخطاب كانت قمة العدل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان الخليفة العادل وكان شديد التمسك بالحق. في برنامج والصلح خير هناك سؤال أريد أن أطرحه عليك دكتور، والطاقم الصحفي معي في برنامج والصلح خير. ماذا أخذنا من بعد عدله رضي الله عنه، وهل اقتدينا بعدله في زماننا هذا؟ نموذج عمر بن الخطاب نسقطه في هذه الحلقة من خلال كل النزاعات والخصومات التي نشاهدها ويشاهدها ويعيشها أيضا العالم الإسلامي. دكتور تفضل. نعم، لك الفضل. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين صناعة نبوية صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي رباه كما ربى غيره من الصحب الكرام. بالمناسبة، مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ، إلى أن يقول: ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. نلاحظ من خلال هذا الحديث الذي يصف خصائص الصحابة التي تميزوا بها أن الصحابة يتكاملون ولا يتكررون. يعني الصحابة ماشي دي فوتوكوبي، ما نلقاوش كل واحد فوتوكوبي الآخر. هذه من الإبداع في تربية النبي صلى الله عليه وسلم، إبداع، فهو القدوة العليا، المربي الأكبر الذي اجتمعت فيه الصفات. نحن ما أحوجنا إلى أن نقتدي به صلى الله عليه وسلم، كل من موقعه. إذن جعل الصحابة يتكاملون ولا يتكررون. فإذا كانت صفة الرحمة بارزة في شخصية أبي بكر الصديق الصاحب كما اسمه القرآن، الصاحب الصديق كما اسمه النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هما في الغار، الصاحب إذ هما في الغار إلا تنصروه فقد نصره الله، إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، أي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق. نجد صفة بارزة أيضا في شخصية عمر: الشدة في الحق، الغلظة في الحق. كان وقافا وكان عادلا، وسمي بالفاروق، ويكفيه هذا الشرف العظيم أنه سمي بالفاروق. فقد تولى القضاء وكان أنموذجا يعني رائعا جميلا جدير بالاحتذاء به والاقتداء به. لذلك مما يروى عن الحسن البصري رحمه الله ورضي الله عنه ويقول: أكثر من ذكركم لعمر، فإنكم إن ذكرتموه ذكرتم العدل، وإن ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل جل جلاله. وعيد قال: أكثر من ذكركم لعمر، فإنكم إن ذكرتموه ذكرتم العدل، فصفة العدل متصلة به. وإن ذكرتم العدل ذكرتم الحكم العدل جل جلاله. عمر بن الخطاب في أول اتصال بينه وبين الناس. قبل ذلك دعيني أقول: أبو بكر الصديق كان يعني يستشير بعض الصحابة قبل وفاته، كما يقولوا يختبرهم، يقول لهم: واش رأيكم يعني أستخلف عمر بعد وفاتي؟ يعني هو يولي أمير المؤمنين، هو اللي يكون الخليفة بعد أبي بكر الصديق. فكان بعض الصحابة يقولون له: كان شديدا والنبي عليه الصلاة والسلام حي يعيش بيننا، وكان شديدا أيضا وأنت بيننا وأنت الصديق، فكيف إذا آل الأمر إليه؟ نعم. يعني صعب يتصوروا أن عمر بن الخطاب سيكون غليظا شديد العقاب. نعم، شديد العقاب. نعم. ولكن أبو بكر الصديق يرفع المظالم على الناس. نعم. واش قال ذلك لأنه يراني رقيقا. شوف هذا التوازن. نعم. ذلك يعني هذا موقف عمر، شخصية عمر ظهرت فيه هذه الشدة وهذه الغيرة على الدين بشكل متميز، لأنه
يراني رقيقا، أي يرى بكر الصديق رقيقا. في أول خطبة ماذا كان يقول عمر بن الخطاب؟ كان يقول: من رأى في اعوجاج فليقومني بحد سيفه. هذا جزء من خطبته الرائعة. سبحان الله. فنهض أحدهم قائلا: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بحد سيوفنا. ثم قال: الحمد لله الذي جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقوم عمر بحد سيفه. هذا بلغة العصر معناه يصنع بخطابه الرأي العام الناضج، l'opinion publique. نعم. الرأي العام الناضج الذي يجعل جميع الحكام يخضعون للرأي العام الناضج. نعم. بل يأخذون في الحسبان اتجاهات الرأي العام. فهذا الرأي العام الناضج كما قال أحد علماء القانون في وقت المعاصر، قال: هو سيد المشرعين. هذا عمر حينما تولى الخلافة في أحد الأيام يعني رآه علي بن أبي طالب يجري خارج بيت المال، فقال له: يا أمير المؤمنين لما تجري؟ قالوا: إنها ناقة يعني خرجت من بيت المال فأجري يعني بحثا عنها. فقال له علي بن أبي طالب: كلنا يكفيك، يعني نحن نكفي نقوم بهذه المهمة، أنت أمير المؤمنين، يعني عليك بالقيام بالمهام الكبرى. نعم. أما مسألة الناقة وكذا هذه المسألة بسيطة. فهناك من يتولى أمر هذا. نعم. ولكن ماذا قاله بعد ذلك؟ طبعا حينما أصر عمر على موقفه، هو اللي يروح يخدم هذه الخدمة ويتبع الناقة ويجيبها لبيت المال، قاله علي بن أبي طالب كلمته الشهيرة: أتعبت الخلفاء من بعدك. نعم. معنى ولا une référence. لا ميساج دكتور. نعم. مرجع. نعم. أتعبت الخلفاء من بعدك. بمعنى الخلفاء يا إما يجتهدوا باش يطلعوا النيفو نتاعو المستوى نتاعو فيتعبون، وإذا كان لم يصلوا هذا المستوى سيتعبون، لأن الرأي العام، لأن المسلمين يقيسوا عليه، يقول: علاش ما درتش كما عمر اللي قال: والله لو عثرت بغرة في العراق لسألني الله لما لم تصلح لها الطريقة عمر يا عمر. أعود الآن إلى موضوع القضاء. ففي الحلقة الثانية من موضوع القضاء العادل نبدأ في شرح رسالة القضاء. نعم. قبل ذلك لابد من كلمة خفيفات. بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية الذي نعلمه تاريخيا بيقين أن عمر تولى القضاء. نعم. وكان نعم القاضي الأنموذج. نعم. بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد خليفته الأول أبي بكر الصديق. نعم. عمر بن الخطاب تولى القضاء، ولكن بعد اتساع رقعة الدولة الإسلامية يعني فصل بين الولاة والقضاة. يعني لا يكون الوالي هو القاضي، أحيانا الوالي هو القاضي، ولكن في كثير من الأحيان فصل بين المهمتين أو بين السلطتين باللغة المعاصرة. نعم. الآن نسميه الآن في القانون الدستوري فصل السلطات. نعم. خاطر كما قال أحد العلماء: لو بوفوار أريت لو بوفوار. السلطة توقف السلطة. يعني إذا كان الحاكم جمع بين يديه جميع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، نعم. هذا يدعوه إلى الاستبداد وإلى أليس كذلك؟ نعم. ولكن عمر أصل لهذا الموضوع، فصل بين السلطتين، فعين القضاة. من هؤلاء القضاة عين أبا الدرداء، وعين أبا موسى الأشعري، وعين كذلك زيد بن ثابت، وعين عبد الله بن مسعود، وعين كذلك أبا مريم الحنفي، وعين شريح يعني بن الحارث، يعني مجموعة من القضاة عينهم عمر بن الخطاب. وهذا من فقهه. نعم. يعني باش كل قاضي يتخصص في إقليمه فيتصدر للقضاء ويتولى القضاء في وهذا أدعى إلى إقامة العدل. نعم. الذي ذكرنا في اللقاء السابق، ذكرنا بعض الآيات وبعض الأحاديث في باب إقامة العدل. نعم. طيب، وعمر الخطاب كان يرسل رسائل إلى قضاته، ولكن من أجمل الرسائل التي احتوت على المبادئ القانونية الكبرى التي نحن في أمس الحاجة إليها الآن، بل إلى نهاية الدنيا، هذه الرسالة التي أرسلها إلى القاضي أبي موسى الأشعري. والتي هي دكتور؟ أبو موسى الأشعري عينه قاضي في الكوفة. أبو موسى الأشعري من يكون؟ هو من كبار الصحابة، رقم 1. رقم 2: انتهى إليه حسن الصوت في تلاوة القرآن. نعم. انتهى إليه حسن الصوت
في تلاوة القرآن، وهو من علماء الصحابة أيضا، يعني يمتاز بمميزات، عنده كما يقولوا دي كاباسيتي دي كومبيتونس، عنده كفاءات وعنده إمكانات عالية جدا. أرسله إلى الكوفة قاضيا، بعد ذلك أرسل إليه هذه الرسالة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك، أما بعد، فالقضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك. نقف عند هذه الكلمات. بين في البداية بأن القضاء فريضة نعم. محكمة، نعم. بمعنى هذا الكلام له أصول في شريعة الله عز وجل. نعم. ذكرنا الآيات في اللقاء السابق: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وآيات وأحاديث كثيرة في هذا الباب. إذن فهي فريضة محكمة. لماذا قال محكمة عمر الخطاب؟ لأن هناك نصوص شرعية قطعية ثبوتا ودلالة تضبط هذه الفريضة، وكلما كانت مضبوطة كلما توفرت شروط وعوامل إقامة العدل بين الناس. نعم. ثم قال: والسنة المتبعة، نعم. أي اقتداء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، المرجع الأول. نعم. واقتداء بالخليفة الأول أبي بكر الصديق. ثم قال: فافهم إذا أدلي إليك. معني يقول له يا القاضي يا أبا موسى الأشعري، يعني لا تفصل حتى تفهم. بلغة العصر لازم القاضي يطلع على جميع وثائق الملف. نعم. إذا أغفل وثيقة واحدة ممكن هذاك السبة اللي باش بها يظلم. لازم يقرأ، لازم يطلع. وهنا نتكلم الآن فيما يسمى الآن بلغة العصر نوعية الأحكام. نعم. لا كاليتي نتاع لي جوجمون. نعم. ماشي كور واعطي الأعور. لا، هذا قضاء. هذه المسألة القضاء مهمة خطيرة، وظيفة خطيرة، بل رسالة خطيرة جدا في المجتمع. نعم. فيقاس مجد الأمة بقضائها. نعم. فإذا كان قضاؤها قويا صحيحا كانت الأمة مجيدة ماجدة، تبني ذلك المجد. نعم. وتهيئ أسباب النهوض الحضاري وأسباب الحضارة. أما إذا كان القضاء مضيعا، ضاعت الحقوق وكثرت المظالم، لا شك أن الظلم يتحقق، كما قال ابن خلدون: فإن الظلم مؤذن بخرب العمران. ثم يقول دائما يقول: وأنفذ إذا تبين لك. بمعنى حينما أمره بالفهم، الفهم والفهم نعمة كبرى، كما قال ابن القيم رحمه الله. نعم. قال: بعد نعمة الإسلام أكبر نعمة بعد نعمة الإسلام الفهم. نعم. الفهم. ثم ذكر قوله تعالى: ففهمناها سليمان. نعم. لذلك العلماء وهم يقارنون بين الفهم والعلم يقولون إن العلم يتعلق بكثرة الرواية، أما الفهم يتعلق بعمق الدراية. نعم. ثم يقول عمر الخطاب: أنفذ إذا تبين لك. ما انتهى، خلاص ظهر لك الحكم، عليك بتنفيذه. القاضي ينفذ، القاضي يكون الحكم بعد معرفة الخبايا كل القضايا. نعم، بعد معرفة كل الخبايا والجزئيات والتفاصيل لابد أن يشرف بنفسه على تنفيذ الأحكام. ما فائدة الأحكام التي صدرت ولكن لم تنفذ في واقع الناس؟ نعم. رسالة القضاء، وقد رأينا مثل هذه الأحكام في قضايا الطلاق والزواج والميراث. نعم. في العقار وقضايا كثيرة. نعم. لذلك الأخت نجاة أستأذنك وأستأذن السادة المشاهدين، هذه الرسالة إن شاء الله نجزئها يعني عبر حلقات. أكتفي اليوم بما سمعنا فقط. هذا سنعود إليها سنعود إن شاء الله في الحلقة القادمة. ولكن خلاصة القول نقول إن رسالة أمير المؤمنين عمر الخطاب لأبي موسى الأشعري احتوت على أصول القضاء وعلى دستور القضاء. لذلك لا بد على قضاة اليوم ولا بد على رجال الصلح اليوم أيضا ونساء الصلح أيضا. نعم. والجميع أن يقرأوا هذه الرسالة قراءة واعية للعمل بها في حياتهم. نعم دكتور، وهكذا نستنتج يعني خطورة منصب القضاء خاصة حاليا، ولكن نحن نتحدث اليوم عن القضاء العادل. إذا كما قال فضيلة الدكتور من خلال هذه المقدمة، إذا ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر العدل، وإذا ذكر العدل ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهو استطلاع
أنجزه الزميل سعيد حمزة سأل فيه ماذا يعرف الطلبة في معهد العلوم الإسلامية عن عمر بن الخطاب الفاروق بين الحق والباطل في برنامج والصلح خير. ونعود لاستقبال مكالمتكم ومواصلة النقاش مع الدكتور السعيد بويزري. ماذا تعرف عن سيدنا عمر بن الخطاب في عدله وقضائه؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. شخصية عمر بن الخطاب هي شخصية راقية جدا، يعني في الحقيقة، لأنه كان في منتهى العدل وفي منتهى الشجاعة والقوة. لأنه شخصية عمر طبعا في بداية قبل الإسلام كان شخصية يعني تجبر وتسلط، يعني بعد الإسلام تجده يعني هو الذي أراد أن يعوض كل ما فاته في أيام الكفر، خاصة بعد وفاة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فكان رضي الله عنه عادل ومتواضع ويتكفل بالمسكين واليتيم وكل ذلك. عنده حاجة كبيرة المسؤولية. في القصة تاع البغلة هذيك كما قال لهم أخاف لو عثرت بغلة في حضرموت أخشى أن أسأل عليها يوم القيامة، كما هو أول من لقب بأمير المؤمنين. هو يمثل يعني القمة في العدل ونموذج أعلى في تطبيق العدالة الإلهية، وهو بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق كان يعني نعم المثل لجميع المسلمين عبر الأزمنة والتواريخ. والدليل على ذلك أننا لازلنا إلى اليوم يعني خلفا عن سلف نقتبس من سيرته ونقتبس من حياته. سيدنا عمر رضي الله عنه كان شخص قوي الشخصية، شديد البنية، كان ممن يتكل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة وخاصة بعد البعثة. ويجب على جميع المسلمين الاقتداء به وتميز وتحلي بصفاته وخلقه. عمر عدل، يعني الأسر تكون في عدلها مثل عدل عمر، في حنانها مثل حنان عمر، وفي شدتها في أماكن الشدة مثل شدة عمر. عمر يعني شخصية لم توجد في البشرية قط ولن توجد بعد مثل شخصية عمر. المواقف تاع سيدنا عمر بن الخطاب، الأشياء التي سجلها وسطرها له التاريخ كلها نجدها ماثلة في أسرنا وفي مجتمعنا، وإن كنا قد لا نحسها أحيانا. من واجب المسلم أيضا تحلي بهذه الأخلاق والعمل بها، ماشي فقط المعرفة بها، يجب أيضا العمل بها. القضاء مسؤولية عظيمة في برنامج والصلح خير، القضاء العادل، الحلقة الثانية. كان يتحدث فضيلة الدكتور سعيد بويزري عن عدل عمر بن الخطاب. إذا كانت هذه عينة طلبة في الجامعة الإسلامية، سألناهم حول عدل عمر بن الخطاب. دكتور، ما هو انطباعك من خلال هذه الأجوبة؟ انطباعي الحقيقة أفرح كثيرا حينما أسمع شباب اليوم يهتمون بشخصية عمر. نعم. وبالصحابة جميعا بلا استثناء رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الصحابة من رباهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أكيد هم يعني يختلفون في مستوياتهم يقينا. هذا أمر متيقن. كل صحابي يمتاز بامتيازات لا يمتاز بها غيره، وبشخصية تختلف عن الشخصية الأخرى. لذلك قلنا في مقدمة اللقاء أن الصحابة يتكاملون ولا يتكررون. ولكن رضي الله عنهم جميعا، الجميع أخذ من المعين الصافي من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويفرحني جدا ويفرحنا جميعا أن نرى شبابنا يهتمون بسيرة هذا الرجل العظيم عمر الفاروق، كما نود أن يهتموا أيضا بسيرة الصحابة عليهم الرضوان والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك هذه مراجع، وشبابنا إذا اهتم بهذه المراجع لن يضيع، أما إذا ضيع مراجعه سيضيع ويتيه. نعم دكتور. إذن دكتور، كما جرت العادة نأخذ أول اتصال من خلال برنامج الصلح خير، ومن خلال هذا المباشر السيد أرزقي من ولاية تيزي وزو. السلام عليكم شيخنا.
السلام عليكم شيخ رزقي. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك في برنامج الصح خير. الله يسلمك الأخت الفاضلة. بارك الله فيك. الله ينورك، الله يحفظك، بارك الله فيكم. يسلمك. عندك انشغال أو سؤال من خلال هذه الحلقة شيخ رزقي؟ عندي تدخل إن شاء الله نكون عادل في الكلام ونكون عادل في الوقت على كل حال. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم. المهم الشيخ الفاضل، الأخت الفاضلة، إخوان الأخوات المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. عندما نتكلم على عدل عمر بن الخطاب كما تفضل شيخنا الفاضل، على كل حال عدل عمر بن الخطاب مقتبس من عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعدل رسول الله مقتبس من عدل الله عز وجل، كما نور هذا الكون مقتبس من نور الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعه ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. انظروا ماذا قال الله عز وجل في ذكر هذه الآيات. تكلم عن خلق الإنسان في قوله تعالى: خلق الإنسان. والله عز وجل أيضا قال في سورة الانفطار: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. تكلم عن عدل خلق الإنسان، وإحنا نشوفوا كيفاش العدل في الخلق تاع الإنسان العظيم. نعم. أما عن قوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان، أي وضع الميزان أي وضع العدل بين العباد في الأقوال والأفعال. ولهذا على الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين أيها الشيخ الفاضل، الأخت الفاضلة، نعم. على كل من تولى أمرا من أمور المسلمين الخاصة أو العامة أن لا يفرق بين الناس ولا يجور على أحد ولا يحابي غني لغناه ولا قريبا لقرابته ولا فقيرا، ولكن يحكم بالعدل. ويجب على كل قاض أن يستعمل العدل مع الخصمين ولو كان أحدهما كافرا، لأن المقام مقام حكم يجب فيه العدل. أما قوله تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، قال تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. سبحان الله. ضمن ثمرة العدل أن الله عز وجل تنال حب الله. وسبحان الله إذا حبك الله شكون اللي يخور منك وما يحملك سيدي ربنا وما كيفن. الله عز وجل ينادي في السماء، أي إذا حب عبدا ينادي جبريل فيقول: إني أحب فلان فأحببه فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلان فأحبوه فيحبه أهل السماء أي الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. سبحان الله. على الإنسان أن يكون عادلا في هذه الأرض، عادلا في أهله، عادلا بين ذريته، عادلا حتى مع الحيوان. فشوفي برك لاش دينا سيدي ربي سبحانه في القرآن الكريم، بما أن الأخت نجاة حابة تتكلم بالقبائلية دوك حنا نتكلموا شوية بالقبائلية. نعم مرحبا بك. نعم. إن الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هاي سمعتنا في السنتين كربوني مشكر بالمهمة يدير إلى قضية يطفال يحكم في العدل. إذا قلت فريق رجل ولاويز، وإذا قلت فريق رجل سدار، وإذا قلت فريق وإذا قلت تخدم الظن ويقولون أخطرك عليك تخدم الصفة يا ربي سبحانه. ولكن باش ما نطولش عليكم أيها الأخت الكريمة، أيها الشيخ الفاضل، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والدنيا هذه اختي ما يدوم غير الصح يسعد كيف على الخير. نعم. ويقالوا السفر قبايلك ونختم هذا الشعر أيام السفر ديال الحون غير ولا نسكن ديال غليير غور كاربك عجبن وسان دوني تكسد ورفن فيها سكرة دوني تيا الحسان السبرا يفدى الصنير ربي يحكم بك يبرو نوصل نصرون نفسي وجه تخمام الشيطاني إذا نغيك تسدو كل أسده الزمر نو يغرق غرفان غور يا ربي عنو
كل سندعوس فغير ونس مثلا غور كربين عنه كل سندعوس شباب جل الرحمن. ولكن الخط الاخت نازل بارك الله فيك. بارك الله فيك. ويبقى العدل من اعظم مقاصد الدين. شكرا لك يا سيد أرزقي في هذه المداخله التي وجهتنا من خلال هذه المداخله الى الاستنتاج في الاخير الى رسائل عديده. نشكرك سيدي ونشكر اتصالك ونرحب بكل من يتصل بنا للتواصل معنا من خلال هذه الحلقه المهمه جدا. دكتور، اذن القضاء مسؤولية عظيمة في تدخل السيد أرزقي. أول اتصال يقول أن العدل عدل عمر بن الخطاب مقتبس من عدل الرسول صلى الله عليه وسلم. دكتور سبحان الله، يعني جزاه الله خير الأخ أرزقي، بارك الله في على هذا الاستنباط الذكي. لأنه فعلا عمر بن الخطاب اقتبس عدله من عدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول اصطفاه رب العزة جل جلاله، فهو خاتم النبيين والمرسلين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله عز وجل في حقه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، كما في سورة النساء الآية 65. ثم الأخ رزق يعطيه الصحة تحدث عن موضوع الميزان. الميزان في الأقوال والأفعال والأحكام والتصرفات، سواء داخل الأسرة أو داخل القرية، داخل الذروم، داخل القبيلة والعشيرة، داخل المدينة، في الحي، في أي مكان، وخاصة إذا تعلق الأمر بمجلس القضاء. لأن الإنسان المظلوم ماذا يفعل؟ يقول قصة عمر على فكرة على فكرة نهار اللي يعني قاطعين إذا كان في أي مكالمة يعني هناك مكالمة. نعم خلاص، يعني ما حبيتش نقاطع. لا معلش. طيب سنعود إلى دكتور سعيد بويزري خلال هذه الفكرة ونحن نتحدث عن عدل عمر بن الخطاب. نأخذ اتصال آخر من ولاية سطيف، السيد عياش. السلام عليكم أخي الكريم. السيد عياش، السلام عليكم. محمد ولا سعيدة، ومعي السيد عياش من ولاية سطيف. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ مرحبا. مرحبا بك. مرحبا بك. الله يبارك فيك. كيف حال شيخنا؟ بخير الحمد لله. مرحبا بك يا شيخ، بارك الله فيك، أهلا وسهلا. معك عز الدين. نعم سي عز الدين، مرحبا بك يا شيخ، أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. كثرة لاباس؟ نعم لاباس الحمد لله. الحمد لله. والله غير فيما يخص يعني القضايا تاع العدل هذه. نعم. يعني كاين بعض من الأمور. نعم. قبل ما نلوم احنا على القاضي. نعم تفضل. قبل أن نلوم القضاة. نعم سيد عياش. واصل الشيخ، تفضل. هو إمام الاستيف. هل ما زال معي سعيد عياش؟ للأسف انقطعت المكالمة. حاول أن تتصل بنا مرة أخرى. نأخذ فايزة من ولاية تيزي وزو. السلام عليكم فايزة. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك فايزة في برنامج الصلح وخير. الله يسلمك. بارك الله فيكم على هذه الحصات، جزاكم الله خيرا. وفيك بركة فايزة. الأستاذ سعيد بويزري على الإطالة المباركة إن شاء الله. أريد فقط شيء، أتحدث مع الشيخ سعيد بويزري. نعم تفضلي. لكن ليس على المباشر. ليس على المباشر. طيب فايزة، خلي رقم التليفون تاعك على للتقنيين اللي راهم في العارضة التقنية، وهو يتواصل معك بعد نهاية البرنامج. نأخذ اتصال آخر من البويرة. حنان. السلام عليكم حنان. وعليكم السلام. مرحبا بك في برنامج الصلح وخير حنان. بارك الله فيك يعيشك. نشكركم على هذه الحصة بزاف. نعم. معليش نهضر مع الأستاذ. تفضلي ونشكرك على اتصالك. تفضلي حنان. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام، مرحبا أهلا وسهلا. لاباس؟ بخير الحمد لله. مرحبا. الحمد لله. أستاذ عندي سؤال معليش. تفضلي. تفضلي. أستاذ عندي أختي مطلقة. عندها عام و3 أشهر وعندها طفلة. أسمع في أستاذ؟ أسمع جيدا. نعم. حكمت المحكمة ب 300 دينار جزائري للطفلة نفقة. 300 دينار؟
300 دينار نفقة للطفلة تاعها فقط فقط و800 ألف دينار جزائري كراء مسكن لممارسة الحضانة تاعها. هل تعني 3000 دينار؟ 3000 دينار معذرة. نعم. كما نقول لك 300,000. 300,000 نعم. و8000 دينار بدل الإيجار. نعم. أيوة. الطلق تاعها يبعث لها النفقة تاع الطفلة. أيوة. ومي بدل الإيجار ما حبش يبعثوا، قال لك راح تكون عند باباها. وكي رفعنا عليه دعوة. نعم. وكي رفعنا عليه دعوة في المحكمة وقفت اختي عند وكيل الجمهورية. نعم. وش صرا حنان كي وقفت اختك عند وكيل الجمهورية وش صرا؟ نعم. لكن المحامية تاع الطليق تاعها قالت لها لازم عليه تبعث له عقد الإيجار، ثم لازم يكون عندها عقد باش يبعث لها بدل الإيجار. نعم. واضح حنان. تسمعوا فيا؟ سمعناك جيدا حنان. إذا كان تحبي تواصلي بسؤال آخر وإذا راني حابة نسقسيك. نعم. تسمع عقد الإيجار هذا تاعها يبدأ من نهار اللي طلقت فيه من 2012. نعم. نعم. اسمع فيا أستاذ. نعم. أنا أسمع فيك حنان. نعم. وترتبت على الطلاق تاعها من 2012 ل 2014 ترتبت عليه 12 مليون. ممكن رانا حابين نفهموا، احنا رانا كرينا عند جداتي. تراكمات. نعم. راك فاهم أستاذ؟ أنا أسمع فيك. نعم. كرينا عند جداتي بصح على الورقة فقط، هي راه ساكنة عند باباها، ثم كريت لنا من 2012 2014 على الورقة فقط. قلت لك ما عندهاش من هذاك النهار ما عندهاش تكون الأخت تاعي، فهمتني؟ برك ما نحسوا إذا كان الدراهم هذو اللي توصفوا عليه قيمتهم لا حلال ولا حرام، مادام ماهيش كارية وماهيش ساكنة في المسكن اللي كريتو عند جداتي. واضح حنان من بويرة. نشكرك على هذا الاتصال، وسيرى بعد قليل فضيلة الدكتور في هذه القضية، قضية الأخت نتاعك. نأخذ اتصال آخر من ديار الغربة من فرنسا. السيدة فتيحة، السلام عليكم أختي الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك فتيحة في برنامج الصلح والخير. مرحبا بكم. نعم. أختي أنا عيطت على مدية دراهم، بديت دراهم الواحد. نعم. راكم تسمعوا فيا؟ أنا نسمع فيك. مديتي دراهم الواحد. شكون واحد هذا؟ واحد من العائلة تاعك ولا؟ مانيش باغية نقول. طيب. تقريبا يعني قريب ليا يعني. معليش تحفظي. إذا مديتي دراهم لشخص. نعم. ديتهم يعني ولد خويا. نعم. ولا نقولها لك. قلتي لنا فينا. نعم. عطيته قال لي سلفيهم لي وباش نخدم بهم وكل شيء، وكي عطيتهم له ما حبش يرجعهم لي. ودرك هذا الدرهم انا راني نعيط لكم، درك انا اللي نمد عليهم كيفاش يقولوا لها الزكاة، باش نخرج عليهم ولا ما نخرجش عليهم. مانيش فاهمه دوك. هو راه يستعمل فيهم يخدم بهم وانا راني متحيره. الزكاة عاود نخرج عليهم الزكاة. كيفاش ندير دركا؟ واضح. دكتور نقدروا نعرفوا قيمة المال؟ ممكن نسأله. نعم. شحال مديتي له دراهم فتيحة؟ نقول لك 4000 يورو. 4000 يورو. نعم. طيب هكذا باش يعرف الدكتور كيفاش بالنسبة للزكاة. ونزيد نسأل سؤال عايشك خيتي. نعم تفضلي. عندي رمضان، انا رمضان بكري ما كنتش نعرف، ما كنتش نقلب في رمضان. نعم. وسلكت الدراهم، يعني كنت مد في الدراهم، والسنه ثاني مرضت بزاف وما صمتوش، صمت غير 10 ايام. وحتى درك يعني تقولوا لي واش ندير. الله يخليكم راني مصليه ومتقيه الله وعرفت ديني وعرفت صلاتي وقراني، وراني خايفه من ربي بزاف لا يعذبني على رمضان اللي ما كنتش نقلبه. هذا هو السؤال تاعي. الله يستر. ان شاء الله. بارك الله فيك فتيحه. تابعي البرنامج ودوك تسمعي للدكتور سعيد بوزين خلال قضيه وليد خوك والقضيه تاع رمضان. وقفت عند فكرة السيد أرزقي عندما تحدث عن عدل عمر بن الخطاب. نعم دكتور. ففيه قصة يعني تذكر عن عمر بن الخطاب حينما جاءه ذلك الشاب القبطي شاكيا لأنه فيه ابن والي ظالم قبطيا. كي كان يتكلم الأخ أرزقي بارك الله فيه قال العدل بين الناس جميعا، داخل الأسرة خارج الأسرة، بالمؤمن وغير المسلمين. الجميع، لأنه هو ميزان، والميزان عادل في الأقوال والأفعال والأحكام. لذلك ذلك الشاب الذي ظلم الذي ضرب قال له أشكوك إلى عمر.
أي واحد منا يظلم يقول نشتكي للحاكم، نشتكي للقاضي. ولكن ابن الوالي عنده باللغة المعاصرة عنده الكتاف، قال له باش يقول له أنا عندي المال وعندي رجال، قال له عبارة تشبه هذه، قالوا اشكوني إلى من أحببت فأنا ابن الأكرمين. هذا الكلام شكون قالوا؟ ابن عمرو بن العاص اللي ضرب هذا القبطي اللي هو ماشي مسلم، مسيحي. ولكن ذلك القبطي لأنه عنده ثقة في عدل عمر وصل الشكوى نتاعو إلى عمر بن الخطاب، عمر استدعاهم جميعا فكان شأن آخر. نعم. كالضحية المظلوم القبطي نعم. كهذاك الضارب أو الظالم اللي هو ابن الوالي وبحضور والده. نعم. فحينما أمره بأن يقتص لنفسه قال قولته، قالوا اضرب ابن الأكرمين، ثم قال قولته المشهورة متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إذن أشكرك يا الأخ رزقي بارك الله فيك على هذه الاستنباطات الذكية وعلى الشعر اللطيف الحكيم باللغة الأمازيغية. ويأتي يوم ستفهمين مغزى هذه الشعر إن شاء الله. نشكر التقنيين اللي راهم متخصصين في الأمازيغية، ساعات يقولوا لي يعني دكتور واليوم درت اجتهاد يعني محترم. نعم دكتور. إذن دكتور يعني احتنى عدل بين المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني. هناك مساءلة من عند السيد عز الدين من العاصمة. لست أدري إذا كان هذا الجواب في البرنامج أو في برنامج هلا سألوه، بصح هو سأل في برنامج وصلح خير. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي، ويقول كي نسجدوا علاش نحطوا يدينا هكذا والرأس في الوسط واليد من ونسجدوا. نعم. ربما يبحث عن عبرة أو حكمة أو نعم. سي عز الدين من العاصمة يجيبك بشكل يعني مجمل، ونفضل أن تأتي الفتاوى على مستوى حصة هلا سألوا. ولكن معلش يا أخي العزيز، نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي. مع نفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين معنى الأحكام المجملة في القرآن. هذه مسألة أصولية. يعني أحكام القرآن هناك مجموعات دي كاتيجوري. كان المجموعة الأولى والصنف الأول يسمى الأحكام الكلية أو البيان الكلي. النوع الثاني يسمى البيان الإجمالي. النوع الثالث يسمى البيان التفصيلي. البيان الكلي تذكر القواعد وتترك التفاصيل والإجراءات للناس، كما موضوع العدل مثلا. ربي قال طبقوا العدل وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل. ولكن كيف نقيم العدل؟ ما هي الإجراءات؟ هذه خلاها ربي سبحانه للناس. نعم. فيجتهد الناس في إيجاد الكيفيات والطرق والإجراءات الكفيلة بتحقيق مبدأ العدل. أما البيان الثاني اللي هو البيان الإجمالي يعني جلوبال، من ربي سبحانه يقول حكم، شكون يعطيني التفاصيل؟ ماشي الناس، الرسول فقط صلى الله عليه وسلم. نعم. الرسول هو اللي عنده لا كومبيتونس توتال، عنده الاختصاص الكامل. ربي قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. السؤال كيف نقيم الصلاة؟ النبي عليه الصلاة والسلام أجاب في سنته القولية وفي سنته الفعلية بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كيفاش كان يصلي؟ كان يعني يسبق في يديه قبل للأرض. لا هذه سنة، لا يعني أنه إذا كان واحد سبق الركبتين للأرض لا يصح، لا هذا أيضا يصح. نعم. ولكن هذه من السنة أن يسبق الإنسان يديه إلى الأرض اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا فيه حكم كثيرة. قبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث آخر إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإمام الأئمة نبينا صلى الله عليه وسلم فهو الإمام الأكبر عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله يا أخي سنذكر بعض التفاصيل في هذا الموضوع في حصة هلا سألوا. نعم. دكتور إذن عندنا اليوم في الحصة ميزان. نعم. هنا المكالمات الهاتفية وهنا البريد الإلكتروني. ماذا نفعل؟ هناك اتصال من فرنسا من صبرنا. أنت القاضي دكتور. الله يسلمك الله يبارك فيك. الأولوية لمن؟ كما تشائين يعني. نعم. إذن طويهر من الجلفة يتصل بنا في برنامج الصلح خير وفي حلقة القضاء العادل. السلام عليكم أخي طويهر. السلام عليكم طويهر من الجلفة. سيد طويهر راك تسمع فينا؟ طيب حاول أن تتصل من الجلفة مرة أخرى. هناك مكالمة من فرنسا. صبرينا. السلام عليكم أختي الكريمة. صبرينا. عليكم. مرحبا بك في برنامج
والصلح خير. حبيت نسقسيك الشيخ بالقبيلية. تفضلي صابرينا. سيغ الكزيو يتعرف بس يموت يرحم ربي وقبل يمت يغسنا كان كويت وخان. الو. نعم. يغسنا كان كويت وخان. ايوه. صغير. السل يغس ندشان يغس كلا يكون وخان يسسيت في سمي سمقران يخدم الحكومة يسسس في اسمه مي سمقراني تسمى بشد ذاكني بشكني نتفنون كملنا على جيه. الو. تكلمي تبع مسلايم مسلايم غاية كمل كان اسميك موت لاباس اكلني يوديك الحق سوى تماثنيس. ايوه يوديك الحق سوى تماثنيس اكا يستخا من يقضي من يدم الحقيس يدم الحق بخام يلا كان يدم وحديس. اي واضح. اسمي سناك الشارع اردك بالحق لنا انك كان ينسفيس بيو انك سامرك الضروه. نعم واضح. تشد الحكم بولي فرنتي دما كان لي يفنو تاني يفني تاع ليسا اخاميو دولوسي زاق ديالو كونوار ونساعد مي بالي ساعه كونوار كان كيجي. نعم. ما حريش كو خمام قران يلا غيشاد نكون ولاش شحال السن يا صابرين شحال السن؟ 3 السن 33 يدم مكاراج يدم خمام قران يدم كلش خاطر سميتي سما زوج بيجان انا نسقسو غند يبان جوجات سميت ندا كنتي اسمي سننا بدويلا قرا كاكي داك وكيل الحقي ولا كاكل اسمي سننا نروح شارع ينك شارع ناقي موت ينك كاكل في تمي ويكلا إساثيس 30 إسايس تمسنا خاطر إسايس وتماسيه. أيوة واضح يا صبري. إسايس وتمسناه وتمسن الدد يدز. واضح. الدد يمسن القرآن. نعم. شكرا صبرينا مفهوم القضية تاعك. تواصلي مع برنامج الصلح خير راح تكون الأجوبة والرد على هذه القضية بالأمازيغية من طرف الدكتور سعيد بوزيري. دكتور توقفت عند فكرة مهمة وقطعتك باش ناخذ الاتصال. والله الأخت أنا بودي إذا كان سمحتي لي نرجع للأخ الأستاذ الأستاذ عز الدين السطيف. نعم. هو بدأ الكلام قال قبل أن نلوم القضاة وتوقفت المكالمة للأسف انقطعت. نعم. ولكن بحكم أنه هذا رجل صالح رجل فاضل يعني إمام من أئمتنا في ولاية سطيف لا شك أنه ربما يريد أن يشير إلى أمر هام جدا. نعم. أن لا نوجه فقط اللوم إلى القضاة نتهم القضاة نعم فقط. ولكن يا أخي عز الدين المسؤولية مشتركة. نعم. ذكرنا في أكثر من مرة المسؤولية مشتركة لأن إقامة العدل هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا أولا بتعاون جهود القضاة من جهة وكذلك مساعدي القضاء. مساعدي القضاء محضرين القضائيين محامين خبراء. استمعنا إليك دكتور عندما نعم. كنت تتكلم عن عمر بن الخطاب. نعم. الرسالة اللي بعتها للقضاة وفيها يعني مبادئ كثيرة لتولية هذه المهام وسنشير إليها إن شاء الله في الحلقات القادمة من خلال موضوع قال عادي أخي عز الدين وإن شاء الله نتمنى أن تتمكن باش تتواصل مع البرنامج ونستفيد منك إن شاء الله. نعم. إذا دكتور حتى نعدل بين الجميع بين المكالمات والبريد بقي من البريد المرة الماضية محمد المدية اللي يقول خطبت فتاة منذ 5 سنوات ثم عقدنا بالفتحة بعد تحضيري لمستلزمات العرس اتفقنا على التاريخ وتواعدنا على إحضار ما يجب إحضاره قبل العرس ولما ذهبت أنا وأفراد من عائلتي لم نجد في بيتهم إلا أخوين للعروس والبقية قالوا أنهم مشغولون يعني ما لقاش العائلة تنتظر فيه. غضب بطبيعة الحال أفراد الأسرة تاعو واعتبروه تنقيص من قدرهم واعتذر أهل الزوجة لكن أهلي رفضوا هذا الاعتذار. قال لك محمد لم يتم العرس الذي كان من المفترض أن يكون في نوفمبر الفائت. والدي قبل بهذا الزواج لكن أخوالي يعني أخواله رفضوا حتى الحضور في العرس وأمي لن تقبل بغياب خاوتها. أنا أريد إتمام مراسم الزواج ولكنني حائر فماذا أفعل دكتور؟ لكي تزول هذه الحيرة نعم لابد من التعليق بهذا البيان. نعم. فأقول
اولا اختنا جات لاحظي معي مرحله الخطوبه ديجا في مرحله الخطوبه. نعم. يعني احنا اللي نعرفوه من الناحيه الشرعيه ومن ناحيه نعم. الاصل نتاع المسلمين انه كي يجوا ضياف لازم اهل الدار يستقبلوهم. نعم. طبيعه الحال. نلاحظ هناك خلل في هذه النقطه. نعم. قال لك لقينا غير اخوين للعروس، الباقي كاع كانوا مشغولين. طيب اذا كان واحد مشغول بعذر فلا يلام، نلتمس له عذرا، ماهوش حضور الزامي اجباري. نعم. اجباري. نعم. طيب علاش نلتمس لهم اعذارا؟ حتى ولو اذا كان بعضهم داروها قصدا، ولكن احنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضر ولا ضرار. نعم. زيدي. وبعدين قال لك غضب افراد اسرتي. يعني هل هذا الغضب مبرر أي غير مبرر؟ الله أعلم. أنا في اعتقادي غير مبرر. عليه يقولوا بلي هذيك ديجا زوج خاوة الله يبارك، الله يبارك. كاين العروسة وكاين زوج الخاوة وربما كاين نساء وكذا، أكيد يكفي هذا القدر الله يبارك. الآخرين مادام قولهم مشغولين المفروض نأخذ هذا الكلام يعني نحمله على محامل الخير، موش على محامل أخرى وسوء الظن. هناك مكالمة؟ هناك مكالمة دكتور مهدي. سنعود لمحمد من المدية. السيد عمار من سقهرة. السلام عليك أخي الكريم. مرحبا بك سيد عمار. مرحبا بك في برنامج الصلح خير. نعم. لا بأس الحمد لله. نعم. أهلا وسهلا. لك التدخل، لكن التلفزيون اسمعنا من الهاتف سيد عمار. اسمعنا من الهاتف ونقص التلفزيون. نعم طيب تفضل. نحن لا نستمع جيدا. ما يا السيد عمار، سيد عمار ما راناش نسمعوا فيك، كاين بارازيت بيناتنا من خلال هذه المكالمة. نعم المكالمة رديئة كما قال محمد. حاول أن تتصل مرة أخرى السيد عمار. دكتور وصل بالنسبة لقضية محمد من المدية والخلاف فيما يتعلق بالخطبة. أكمل إن شاء الله. الأخ عمار إن شاء الله يتصل بنا ونستمع إليه إن شاء الله. قلت إذا غضب أفراد أسرة الأخ محمد. نعم. واعتبروه تنقيصا. نعم من قيمتهم. نعم المفروض واحد يحسن الظن ولا يسيء الظن. نعم. متى يبرر الغضب نتاعهم؟ إذا قالوها بصراحة. قالوا احنا درنا مقاطعة بويكوت ما نحضروش. هنا ممكن نلقاو لهم العذر، قال محسوب الغضب نتاعهم مبرر. أما أنه غابوا قالوا بلي مشغولين هذا يكفي في الحقيقة. نعم. ثم قال لك مع ذلك أهل الزوجة اعتذروا. إذا المفروض من الناحية الشرعية لابد أن يقبل العذر. يقولوا سمحوا لنا غير نحن اللي موجودين الآخرين مشغولين، لابد أن يقبل العذر. نعم. وإلا تعنت وإلا تعسف، لأنه في ناس موجودين. نعم. وحتى هذا الناس يعني أولا موجودين، وجودهم له اعتبار. نعم. الأمر الثاني أنهم اعتذروا واعتذارهم له اعتبار أيضا. لذلك لا يجوز لأهل أخ محمد باش يعني يغضبوا عليهم، ما يقبلوش اعتذارهم. نعم. قال لك لم يتم العرس إلى آخره، والدي قبل، طبعا الوالدين تاعو قابلين هما الصح بالبداية، ولكن قال لك الأخوال رفضوا، وهذا شونتاج. هذه تغنانت يا أخي محمد. خوالك إن شاء الله يكونوا يسمعوا فينا، نقول لهم اتقوا الله عز وجل. نعم. ما عندكمش الحق باش ما تحضروش، تعترضوا يعني. نعم. خاطر إيمات الأخ محمد قبلت الوالد والوالدة. نعم. وقالت له كان ما يحضروش خاوتي هاي مشكلة. نعم. يعني العرس يولي ناقص. حنقول لهم اتقوا الله عز وجل، لازم تكونوا عامل خير وعامل صلح، ما تكونوش عامل دمار ولا تفسدوا هذا العرس، وهذا لا يليق. نعم. المفروض كل الناس الآن الأقارب نتاع محمد لازم يجتهدوا جميعا باش يوفروا أسباب الهنا والاستقرار باش يتم العرس في ظروف جيدة. نعم. هذه رسالتي، وإن شاء الله تزول حيرتك بهذا العرس إن شاء الله بعدما يكتمل حضور نعم. أفراد الأسرة إن شاء الله جميعا. هناك يعني مراسلة أيضا من سيدة حياة من فرنسا، ونشوف فيها الخطورة دكتور.
اللي تقول نشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج. تقول أنا سيدة في 40 من عمري، أعيش في الغربة رفقة أسرتي، فلا أجد الفرص لأرى أهلي في الجزائر إلا نادرا أو عبر الهاتف. قبل أن أعرض مشكلتي أود أن أعلمكم أنني حاولت الاتصال بالأرقام التي تظهر في البرنامج لمدة طويلة لكن دون جدوى. سأحاول أن ألخص مشكلتي. تقول والدي يعني الأب والأم دائما في حرب، وهذا ما أتذكره منذ طفولتي، فلا حوار بينهما إلا الخصام، خاصة أن والدي عنيف جدا، وفي الآونة الأخيرة وهو يناهز 60 من عمره يقتله الفراغ، أصبح يحمل دائما خنجر معه ويهدد بقتل والدتي. دكتور وتقول فلا أمي تهنأ ولا إخوتي ولا أخواتي ولا أنا في ديار الغربة، والحمد لله أن زوجي متفهم ويساندني. عرض الزوجة حياة عليها أن يعرض الوالد على طبيب نفساني، لكنها هي تقول أطمع في مساعدتك يا دكتور سعيد بوزي في برنامج الصلح خير. نعم. والله لما أساد سبحان الله الشيخوخة والعنف دكتور، نعم. أو ما بعد لاغوتخات يعني الجالية تعاني من هذه المشاكل. صحيح. نعم دكتور. أولا يا الأخت حياة، أسأل الله عز وجل أن يحييك حياة طيبة إن شاء الله. وإن شاء الله ربي يهدي باباك إلى طريق المستقيم، وربي يبعد عليه هذا العنف وهذا المشاكل اللي راه يديرها. هي قالت باش نعلق على الرسالة بشكل مركز. نعم. تقول والدي يعيشان في حرب. قبل ذلك دكتور 4 دقائق عمر البرنامج، يعني إن شاء الله كان نركزوا معها إن شاء الله ربي يبارك إذا بقوا الآخرين نشوفوا في الحلقة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ربي يبارك فينا بقية من اللحظات إن شاء الله. إذن أولا هذه الحرب غير مبررة. أن يعيش الزوجان نعم. بعض المشاكل هذا أمر عادي في جميع الأسر، ولكن باش تكون حرب دائمة. وكي تقول تذكره منذ طفولة نوجه رسالة إلى الأزواج نقول لهم خافوا ربي، إذا حبيتوا تديروا مشكلة بيناتكم ما تحضروش ولادكم. هذه مما يخالف شرع ربي سبحانه ومما يخالف أصول التربية. نعم. أنه تديروا مشاكل قدام ولادكم. تقول فلا حوار، طبعا إذا غاب الحوار تحقق الدمار. نعم. وبعدين قالت الآن يدير العنف وهو عايش في فراغ، وهذا الفراغ طبعا يولي الشيطان يتحكم فيه، يبعثه غير باش يدير المشاكل ويدير ثم باش يحمل خنجر ويزرع عنيف. نعم. ويزرع هذا الرعب في البيت باستخدام السلاح الأبيض. هذا أمر مرفوض. والله يا أختي يعني حياة، يعني أعيدك باش نعطيك تفاصيل أكثر في اللقاء القادم. أشياء كثيرة حبيت نقولها. إذا سمحتي الأخت نجاة نجاوبوا على اللي يتصلوا بنا على الأقل. حنان بويرة اللي تقول حنان بويرة تقول أختي مطلقة. نعم. فهمت السؤال معلش باش نعم. الوقت. نعم. نقول يا الأخت حنان المنحة ولا نعم. سألت عن الحلال والحرام. أولا وجب على هذا الزوج المطلق أنه يدفع ما حكمت به القضاء، والمبالغ المحكوم بها قضائيا عندها خصائص في القانون الجزائري بالمناسبة، سواء في قانون الأسرة أو في قانون الإجراءات المدنية، يجب أن تحترم. أما كونه لا يدفع مبلغ بدل الإيجار، طبعا نعم. لازم عقد الإيجار. نعم. هي تسأل الحلال والحرام مادام هي تعيش مع أموالها. نقولها يا أختي الكريمة هذا حق ولكن المفروض أنها تبعث عقد الإيجار، ثم هي حرة. ليس شرطا أن تعيش مع محظونتها، مع البنت المحظونة في البيت المخصص للكراء، ليس شرطا، تكون أحيانا هنا وتكون أحيانا هنا. نعم. أيضا هذه نوعدها باش نكمل معها في اللقاء القادم. فتيحة فرنسا اللي مدت دراهم لوليد خوها ومرجعهم. الأخت فتيحة لاش أميني غاول تما 4000 يورو وعندها سؤال حول أيضا رمضان. والله بالنسبة لذلك المبلغ اللي قدمته الأخت فتيحة هذا يعتبر قرضا، والقرض يجب الوفاء به. أما قضية الزكاة فإذا كان من الديون المرجوة يعني دفعها، نعم. تعتبرها كأنها عندك تخرجي الزكاة. نعم. وإلا لا تدفعي شيئا عن الزكاة حتى يدخلك هذا المبلغ بين يديك. طبعا الوقت داهمنا، نعتذر لكم، نظل بدي نسمحك المثل مرة إن شاء الله نعطيه تفاصيل أخرى في الدرس في اللقاء القادم إن شاء الله. نعم دكتور. إذن ويبقى القضاء والعدل من أعظم مقاصد الدين دكتور. إذن في الحلقة المقبلة بحول الله نلتقي معك وفي عرض قضايا من خلال برنامج الصلح خير. نتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أطيب وأفيد الأوقات من خلال هذا المباشر. أستودعكم الله الذي لا تضيع
ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.